هذا المقطع لكل إنسان يعاني من كثرة الذنوب والخطايا ويريد أن يخففها عنه وأن يمحوها من صحيفته. قال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. حسنه الألباني. وقعت بالذنب مباشرة استغفر، مباشرة. صلى على سيدنا. سمعت أغنية مباشرة استغفر، نظرت إلى حرام مباشرة استغفر، فعلت ذنب من ذنوب الخلوات مباشرة استغفر. استغفر الله العظيم. للعلماء كلام كثير يقولون هناك ذنب بعد الذنب، وهو إيش؟ أنك ما تستغفر مباشرة، لكن من غلبت عليه فطرته ومن أذنب ماذا يفعل؟ يرجع لله سبحانه وتعالى. رب اغفر لي اغفر لي. ايوه اغفر لك العصيان، لا يا رب اغفر لي العباده دي، العباده اللي انا لسه مخلصها دي، اغفر لي اللي فيها. هو ده يا جماعه، ده المعنى اللي في القران اصلا، ده المعنى اللي في الشرع، في نصوص الشرع. اذكر الله وصلى على سيدنا محمد وذكر غيرك واسمع الفيديو للنهايه. عشان كده العبادات العظيمة بتختم بالاستغفار. احنا قلنا الصلاة أول ذكر بعد السلام، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قمت الليل 8 ركعات في نص ساعة؟ لا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. معظم الليل سهرانين بيصلوا، قرب الليل يخلص وبالأسحار هم يستغفرون. معنى عجيب برضو، يعني طول الليل بصلي، هقعد في الأسحار بقى أسأل الفردوس، أسأل الجنة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. هاجت نفسك للاستغفار بعد إيه؟ مش أي قيام. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون فإذا جنهم السحر وبالأسحار هم يستغفرون. الحسن انتبه لهذا المعنى، الحسن البصري قال: سبحان الله، مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون. ادي قيام الليل. الحج، خلصت في يوم الحج الأكبر معظم مناسك الحج، وبعدين رايح طواف الإفاضة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. عجيب. شايفين الأعمال الشريفة ازاي بتختم بالاستغفار؟ الأعمار الشريفة ازاي بتختم بالاستغفار؟ عمر النبي عليه الصلاة والسلام: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ليه؟ عشان مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. أذنب المسلم ذنبا فإن الأمير الملك الذي على اليمين يقول للملك الذي على الشمال: اصبر لا تكتبها سيئة لعله يتوب. الله أكبر. يقول لعله يتوب، فيصبر 6 ساعات، يبقى 6 ساعات لا يكتبها عليه، لعله يتوب لعله يتوب. فإذا تاب لا يكتب شيء، وإذا لم يتب كتبها الله جل وعلا سيئة واحدة فقط، ما تضاعف السيئة. وهذا أيضا فضل الله على أهل الإيمان. لو وصلت معايا لنهاية الفيديو ما تنساش تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتذكر غيرك.